السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. بناء على طلب بعض المتابعين للقناة، النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مقارنة جديدة، وهي مين الأفضل، تكييف ايسبرج ولا تكييف اورا. هنقارن بينهم في كل حاجة، في التبريد والجودة، الصوت واستهلاك الكهرباء، قطع الغيار، وضمان ما بعد البيع. فيا ريت حضراتكم تتابعوني للنهاية علشان تختاروا الأفضل. أول حاجة معانا في المقارنة قدرة التبريد وكفاءة التشغيل. بالنسبة لأيسبرج، معروف بقوة تبريده العالية، بيشتغل بكفاءة حتى في الحر الشديد. الجهاز بيوصل لدرجة التبريد المطلوبة بسرعة، وده بيساعد في تقليل استهلاك الكهرباء على المدى الطويل. تكييف أورا كمان تبريده كويس، لكنه بياخد وقت أطول شوية لحد لما يوصل لدرجة التبريد المطلوبة، خاصة في المساحات الكبيرة. فلو عندك أوضة واسعة أو صالة كبيرة، ايسبرج هيكون أفضل. تاني حاجة، الصوت أثناء التشغيل. ايسبرج بيشتغل بصوت منخفض نسبيا، يعني لو بتحب الهدوء هتحب الجهاز، بس مع مرور الوقت لو مفيش صيانة دورية ممكن يبدأ يطلع صوت بسيط. بالنسبة لتكييف أورا، هادي جدا أثناء التشغيل، وناس كتير بتشكر في النقطة دي، وده بيخليه مناسب لغرف النوم أكتر. تالت حاجة معانا هي الخامات وجودة التصنيع. ايسبرج جسم التكييف وخاماته قوية، ومعظم الناس شايفينه متين وبيتحمل، بس لازم تتأكد انك شاريه من وكيل مضمون عشان تضمن الجودة الأصلية. بالنسبة لتكييف أورا، تصميم أنيق جدا وخامات جيدة، لكن مش بنفس متانة الآيسبرج، وده طبعا بيبان مع الوقت في الاستخدام الشاق. رابع حاجة معانا هي استهلاك الكهرباء. الجهازين موفرين للكهرباء نوعا ما، لكن الايسبرج فيه تكنولوجيا الانفرتر في بعض الموديلات، ودي بتوفر جامد في الكهرباء خصوصا لو بتشغله فترات طويلة. طيب بالنسبة لتكييف اورا، برضه فيه موديلات انفرتر، بس الاداء في التوفير اقل شوية من ايسبرج، وده حسب تجارب العملاء. خامس حاجة معانا قطع الغيار والصيانة وخدمة ما بعد البيع. ايسبرج متوفر ليه قطع غيار في السوق، لكن لازم لما اشتري قطع الغيار تكون من التوكيل او من مركز خدمة معتمد، علشان في لعب كتير وحاجات مضروبة كتير في السوق بالنسبة لقطع الغيار بتاعته. طيب بالنسبة لتكييف اورا، قطع غياره اسهل شوية في التوفر، وخدمة ما بعد البيع في المجمل اسرع شوية من ايسبرج. وسادس حاجة معانا السعر مقابل القيمة. ايسبرج أغلى نسبيا، بس هتحس إنك واخد جهاز قوي وهيعيش معاك. أورا سعره أقل شوية، ومناسب للناس اللي عايزين تكييف اقتصادي وبأداء كويس. وفي النهاية أنا هقول رأيي بصراحة في الجهازين. يعني لو بتدور على تكييف يعيش معاك سنين وأداؤه عالي وتبريده سريع، هنشوف الآيسبرج. لكن لو ميزانيتك محدودة وعايز تكييف هادي شكله شيك وخدمة ما بعد البيع مريحة، يبقى أورا اختيار مناسب جدا ليك. وأكيد قبل ما نشتري جهاز التكييف لازم ندور مرة واتنين وتلاتة، ونسأل عن جميع الأجهزة اللي موجودة في السوق اللي تناسبنا كإمكانيات وكسعر وكخدمة ما بعد البيع. ويا ريت حضراتكم تقولوا لي في التعليقات انتوا جربتوا أي نوع وإيه رأيكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل المقارنات والمراجعات الجاية من تيتو للتكييف. نورتوني، متشكر جدا. السلام عليكم ورحمة الله.